مرحبا، أنا إبراهيم من غزة. كانت لايكا مجرد كلبة ضالة تتجول في شوارع موسكو الباردة، لا تعلم أن مصيرها سيخلد في كتب التاريخ، ولكن بثمن فادح. اختيرت بعناية ليس لأنها أرادت المغامرة، بل لأن جسدها الصغير وروحها الهادئة جعلها مثالية لمهمة لم تخترها. خضعت لتدريبات صارمة دون أن تفهم السبب، دون أن تدرك أنها لن ترى السماء إلا من خلف نوافذ ضيقة، ولن تعود أبدا إلى الأرض التي عرفت خطواتها الأولى. في 3 نوفمبر 1957 وضعت لايكا في كبسولة معدنية ضيقة داخل المركبة السوفيتية سبوتينك 2. في لحظة الإطلاق اهتز جسدها الصغير بعنف، ارتفعت نبضاتها وتسارعت أنفاسها، لكنها لم تبكي، لم تستطع الفرار. حملها اللهب إلى الفضاء حيث لم يكن هناك هواء ولا عشب ولا يد حانية تربت على رأسها. كان مصيرها محسوما منذ البداية، لم يكن هناك خطة لعودتها، لم يكن هناك من ينتظرها. وبعد ساعات من الوحدة والذعر والحرارة التي ازدادت حتى أصبحت لا تحتمل، توقف قلب لايكا وماتت وحيدة تحوم حول الأرض التي لم تعد إليها أبدا. تحولت لايكا إلى رمز، إلى بطل غير مقصود في سباق الفضاء، لكنها لم تكن بحاجة إلى أوسمة ولا تماثيل. كانت تحتاج فقط إلى الحياة، إلى حضن دافئ بدلا من برد الفراغ القاتل. لكنها رحلت وتركناها تدور في السماء حيث أصبحت روحها أبدية تائهة بين النجوم. أنا إبراهيم من غزة. اعمل لي متابعة للمزيد، وللتبرع تواصل معي واتساب، ويعطيكم العافية.